في عامل نظافة كان ناوي يسرق عقد، فتقمص شخصية رجل غني وراح مزاد علني وقدر يكسب العقد ب 64 مليون، لكن أثناء الفحص رجل أمن وقعه على الأرض والعقد وقع منه. ساعتها شريك رجل الأمن التقط العقد بسرعة وجري بيه وهربوا بعربية سبور حمراء، بس ما لحقوش يبعدوه، العربية خبطت في مبنى والبوليس مسكهم على طول. لكن اللي محدش كان يعرفه إن كل ده كان جزء من خطة بن، وهو بيقع على الأرض خبى العقد الحقيقي في صندوق زبالة ورمى نسخة مزيفة كانت معاه من الأول، وبكده ضحك على الكل. في نفس الليلة رجع بن تاني بشخصية عامل النظافة وادعى إنه بيكنس المكان، وفي السر رجع العقد الحقيقي. بس هو ما عملش كده علشان العقد نفسه، لا، هو عمله علشان ابوه الله يرحمه. من 30 سنه مدير ابوه اتهمه انه سارق عقد 8 ملايين واتسجن بسببه. المدير اصر ان ابوه هو السارق مع ان العقد نفسه عمره ما ظهر. بعدين الاب مات في ظروف غامضه والموضوع كله فضل لغز. بعد 30 سنه بن شاف العقد ده بعينه في التلفزيون، ووقتها عرف ان بنت المدير ناويه تعرضه في مزاد جوه متحف اللوفر. بن حس ان ابوه اتظلم وقرر يخاطر بحياته علشان يكشف الحقيقه وسرق العقد. بعد كده بن قابل بنت المدير في حديقه، قال لها بكل صراحه انه هو اللي سرق العقد وانه يقدر يرجعه، بس عايز يعرف هو اصلا وصل المتحف ازاي. ليزا ردت وقالت انها كمان مش عارفه، وكل اللي تعرفه ان والدها اشتراه من صايغ من 5 سنين، واكدت له انها مش بتكذب. رجع بن البيت وبدا يفتش تاني في حاجات ابوه القديمه، ولما قرأ وصيه ابوه لقى فيها اسم جاك. راح له وجاك قال له ان ابوه كان سايب له دليل في كتاب. بن دور على الكتاب ولاحظ ان في كلمات متشطبه، جمعهم مع بعض، ووقتها اكتشف ان كل حاجه كانت مرتبطه بواحده اسمها انا. واول ما كان بيستعد يدور عليها حصل شيء ما كانش متوقع خالص.